الخرسانة حلوة يا باشمهندس ومش محتاجة هزاز. دايما هتسمع الجملة دي وانت شغال في الخرسانات، سواء كنت شغال بالبمب أو بالخلاطة النحلة. أغلب الفرمجية اللي هم عمال الصب بيكونوا عايزين الخرسانة تكون طرية علشان ما يستخدموش الهزاز. ومعنى إن الخرسانة طرية إن نسبة المية في الخرسانة زادت، وطبعا نسبة المية لما بتزيد في الخرسانة إجهاد الخرسانة أو قوة الخرسانة بتضعف. يعني كل ما كمية المية زادت في الخرسانة كل ما الخرسانة كانت طرية أكتر، وكل ما الخرسانة هتضعف أكتر. المفترض إن كمية المية داخل الخلطة الخرسانية بتكون تقريبا نص كمية الأسمنت، وما ينفعش إنها تزيد عن كده. لو كنت بتصب بالبامب وعايز تعرف قوام أو هبوط الخرسانة، أو بالبلدي الخرسانة طرية ولا ناشفة، هتعمل اختبار السلامب تيست اللي هو اختبار هبوط الخرسانة. الاختبار ده بتعمله لعربيات الخرسانة قبل ما تدخل عربيات الخرسانة على البمب. في كل مشروع بيكون متحدد اسلامب معين تشتغل عليه. غالبا الاسلامب ده بيتراوح من 16 سنتي ل20 سنتي. وبعد ما تتأكد ان اسلامب العربية مظبوط بتدخل العربية على البمب، والعربية تبدأ تصب الخرسانة. وبعد كده تهز الخرسانة كويس جدا بالهزاز. سواء كنت بتصب بالخلاطة النحلة أو بالبمب لازم تهز الخرسانة. قوام أو هبوط الخرسانة لما بيكون مظبوط، الخرسانة بتحتاج هز. علشان ما تهزش الخرسانة هتضطر تطريها جدا، وبالتالي انت هتضعف الخرسانة. هتلاقي فيديوهات قديمة على القناة اتكلمنا فيها عن فايدة الهزاز في الخرسانة. وفي الفيديو اللي جاي هقولك ليه الفرمجي بيبقى عايز الخرسانة تكون طرية.